تعليق كابتن محمد أبو تريكة على هزيمة منتخب مصر للشباب من منتخب اليابان للشباب في أولى مباريات كأس العالم 2-0 في تشيلي. مباراة كارثية، مباراة منتخب مصر لم يؤدي المطلوب، وواضح أن منتخب مصر يقترب من الخروج من المونديال، حيث علق تريكة على أداء المنتخب الوطني للشباب مع أسامة نبيه وعلى الهزيمة الأولى من اليابان، حيث قال تريكة تصريح مهم جدا جدا، ولكن اتمنى من كل اللي بيشوف الفيديو يعمل اللايك. ايوه اعمل اللايك وشير الفيديو في كل مكان علشان كله يعرف تصريح ابو تريكة ورأيه على اداء منتخب مصر في اولى مباريات كأس العالم، حيث قال تريكة: عارف المشكلة في ايه يا كابتن أسامة نبيه؟ ان من فترة قريبة اشتغل قدامي ماتش كده بيخص بطولة اوروبا للشابات او كأس العالم للشابات، حاجة زي كده. انا هنا بكلمك في بنات 18 سنة، مش شباب كمان، لا بنات من اللي بيغنوا باربي باربي وبتنزل ستريكس في السناب شات. احلف لك بايه يا كابتن وتصدقني ان الفرقتين كانوا بيلعبوا احسن من منتخب مصر بتاعنا النهارده. هو كده كده منتخب مصر للشباب ما فيهوش تأسيس بجنيه، بس ده حتى العيال مش عارفه تلعب كوره. عارف يعني ايه مش عارفين يلعبوا كوره؟ مين دول بجد؟ هي الشباب دي هو الجيل اللي جاي؟ مش ممكن يا سكوادك يا كوره. طب بلاش حضرتك، كنت بتدربهم على ايه يا كابتن؟ طب لو هم ملط وشايف انهم هيغرقوك ما نطيتش من المركب بدري وقلت المشاكل ليه يا كابتن عشان نلحق المنتخب؟ منتخب تيمور وشفيقة ده المفروض رايح المونديال يوصل للعالم رسالة شكلها ايه بالظبط. مصر يا جماعة المنتخب الشباب ده ما فيهوش كرة خالص.